علي العظيم حصل معايا اللي هقوله ده. انا رحت اكشف في مستشفى دمنهور العام للعيون على عيني. قعدت قدام بنت صغيره كده عند دكتوره عندها حوالي 22 سنه 24 سنه. كشفت على عيني وقالت لي لو سمحت تعالى معايا. رحت معاها لدكتور كبير شويه في السن. اتكلموا بالانجليزي، طبعا انا فلاح مش فاهم حاجه. اتكلموا بالانجليزي مع بعض، قعدني على المنظار، كشف عليا واتكلموا تاني بالانجليزي. خدتني، طلعت بيا المميت بتاع الدكاتره، الدور الثالث. وجاوب الدكتوره كبيره في السن كده عندها زي 45 سنه، واتكلموا مع بعض بالانجليزي، وجت مقعداني على الجهاز برضك وكشفت عليا. واتكلموا بالانجليزي ثاني، وخدتني راحت لمدير المستشفى. مدير المستشفى بعتني لنائب المدير. اتلموا الاربعه علي في غرفه كده، ده ياخدني وده يسيبني، ده ياخدني وده يسيبني. وبعدين في الاخر قالوا لي انت كنت عامل عمليه من قبل كده؟ قلت لهم انا عامل عمليه سنه 2000. رد هو الدكتور قال لي اللي في عينك ده خيط، الخيط بتاع العمليه ما طلعش، لو مش تعبك سيبه، لو تعبك نعمل لك العمليه. كل ده ب 2 جنيه. لا الدكتوره تعرفني، ولا المدير يعرفني، ولا نائب المدير يعرفني، ولا الدكتور اللي نايمه في استراحه تعرفني. انا بحلف بالله العلي العظيم ده حصل معايا. يعني ب 2 جنيه اتعمل لك كونسولتو من اكبر اقسم بالله استشاريين طب عيون. اقسم 2 بالله جنيه مصري. انا بقسم بالله. اللي يصدقني يصدقني، واللي ما يصدقنيش ما يصدقنيش. يا باشا بعدها احنا بشويه مصدقينك والله، البلد دي فيها خير. بعدها البلد دي بشويه فيها خير بس احنا اللي بنضيعه. يا مصدقينك حبيبي. والله يا عمدة، لأنه موجود عندي أنا برضو، يعني بتذكرة بيقف عليك دكتور واثنين وثلاثة.